النهارده بقى كان نفسي اكل حواوشي، فقلت بقى لازم اروح بقى عند دكتور بيتلو. احسن حد بيعمل حواوشي بجد، سمعته سابقاه في الحواوشي واللحوم عامه والطيور وكل حاجه تخص المجال ده. ولا تعالوا بينا نروح ونجرب بقى الحواوشي بتاعه. كنت شفت الريفيو بقى بتاعنا النهارده على دكتور ميتيلو. دكتور ميتيلو ده حواوشي ولحمة وممبار وكل حاجة تخص اللحوم. وغير كمان عندهم قسم للطيور كل أنواعها متبل، ولو انتوا عايزينه من غير تتبيلة برضو موجود. الفرع اللي احنا هنجربه دلوقتي هو من شارع وزير، يعني هو في وزير، هو غني عن التعريف تمام. الريحة أساسا تحفة، وكمان لهم فرعين في دمياط الجديدة كمطاعم لو انتوا حابين تاكلوا هناك، وفي صالة. تمام شايفين؟ بص، هو السندوتش لحمة لحمة، يعني انا جربت مطاعم او محلات تانية بخصوص يعني بيعملوا حواوشي، بس بجد يعني سمعة دكتور بتلو رهيبة. فاحنا هنجرب مع بعض تمام، ونشوف اذا كان فعلا زي ما احنا بنسمع ولا لا، عشان كل حاجة تبقى مصداقية. بس هو عامة كمية اللحمة حلوة قوي، وكطعم هيبقى يعني الريحة باينة، فيا ترى بقى الطعم ايه؟ فتعالوا نجرب. هو طعم اللحمة حلو قوي، بس انا نجرب بقى لحمة لوحدها. مم. لا حلو قوي، لحمة انا باكل لحمة. كنت بجرب مطاعم تانية بنعمل حواوشي كده، كنت بحس ان هي دهن مش لحمة، يعني شامين ريحة اللحمة كان ما بتبقاش لحمة. بس بجد هو خرافة، يعني كطعم تحفة قوي، انصحكم بيه. إيه، اي حد بقى من دمياط بيتابعنا يجربوه، او كمان لو انتوا مش من دمياط وكده عندنا دمياط حابين تجربوه، انصحكم بيه بجد. واللي جربه بقى يكتبلي في التعليقات. بس هو محل بصراحة كنظافة، وكمان انا رحت استلمت هناك من المحل. بس هو برضه عنده توصيل كنظافة وكجودة وكل حاجة. بالنسبة لسعره، سعر 40 جنيه مش يعني مش حاجة، بالنسبة اللي هو بيدينا جودة حلوة قوي، واللي انت بتحس بطعم اللحمة. فبصراحة دكتور بيترلو من احلى السندوتشات بتاعت الحواوشي، ومش في الحواوشي وبس، بصراحة اللحمة هناك وكل حاجة تحفة. انا سبت لكم اللينك بتاعت الصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، هو انا لو انتوا دخلتوا كتبتوا دكتور بيترلو هتظهر لكم، وفيها الاسعار وفيها كل حاجه وارقام التليفونات للتواصل، او لو انتوا عايزين الحاجه توصل لكم لحد عندكم، ان هما الدليفريه الخاصه بيهم. وفي كمان حواوشي فراخ، لو الناس اللي من عشاق الحواوشي وما تحبش اللحمه، في عندهم كل حاجه يعني مش هتحتاروا. فبجد المطعم ده انصحكم بيه.